السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. ايه رأيكم بقى في الاكل الجامد ده؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض الفراخ الكنتاكي اللي هي الستريبس. وزي ما انتم شايفين الجمال بتاعها، والله كانت حلوه قوي ولونها كمان كان افتح من كده بكتير. وهنعمل كمان مع بعض الرز الريزو والكاتشب وسلطة الكول سلو. اهم حاجه ما تنسوش اللايك من فضلكم، وتشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش. عندي نص معلقه، نص علبه زبادي او علبه زبادي زي ما انتم عايزين. هتحطي كمون وفلفل اسود، كزبره، عندي بابريكا معلقه كبيره، كركم نص معلقه، ودي بهارات فراخ. عندي نص معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر. وعندي 3 من ورق اللوري أو 4 براحتك، وواحدة من الحبهان. فتحتها قلبت كل ده على بعضه، حطيت مكعب مرق الدجاج. بيدي طعم جميل أوي إن شاء الله، بيدي طعم حلو يعني معاكي. هتقلبي بقى كويس وتسيبيها بقى في التلاجة كده ساعتين 3. هنخش بقى على الكاتشب بتاعنا. الكاتشب مفيش اسهل منه الصراحة، وجميل قوي 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 في البيت. لما تعمليه في البيت يعني هتحطي كده، نحطه على النار ونسيبه كده، ونبتدي في الكول سلو انها بتحتاج تقعد ساعتين في التلاجة. انا عملت ايه في الكاتشب بتاعي؟ مسكت قطعت القطة زي ما انتم شايفين وضربتها في الخلاط. وبعد كده صفيتها بمصفى سلك ضيقة جدا، وبعد كده حطيتها على النار بدون اي حاجة. تمام. سبتها بقى على نار واطيه كده هاديه شويه، وبعد كده هنعمل الكل مع بعض. هتمسكي كرومب سلطه، مش ما تجيبيش خس، كرومب سلطه، وبعد كده تقطعيه زي مكعبات كده واغسليه كويس. وبعد كده امسكي جزرايه واحده بس وابشريها. عندي دول معلقتين من المايونيز، وعليهم علبه زبادي، معلقتين دي معلقتين من عسل النحل، لو ما فيش حطي معلقتين سكر. ودي ربع معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح. ده كده اللي انت تستخدميه ليها، ما تحطيش اكتر من كده انه بيتغير الطعم، لكن هي كده هتبقى زي اللي بتاكليها من بره بالظبط. مسكت بقى الخس، وبعد ما أو مش الخس، اوعي تجيبوا خس يا جماعه، الكرنب بعد ما قطعته غسلته غسله كويسه جدا وصفيته. حطيت بقى الجزر بتاعي. لما انا بشرت الجزر بشرته على قد عين عندي، عشان انا مش عايزاه يبقى طعمه واضح قوي في الموضوع يعني. وبعد كده حطيتها في التلاجة لمدة ساعتين. الكاتشب بتاعي كده زي ما انتم شايفين تقريبا يعني اتعمل، المية نزلت منه خالص، وده اللي مطلوب. طبعا لسه هيرجع على النار تاني. حطيت واحدة قرنفل بس، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، ما تكتريش عن كده، ونص معلقة ملح. وبعد كده دي نص كوباية من السكر، ما تحطيش ربع زي ما انا حطيت، حطي نص، انا زودت تاني. تمام. ودي معلقة نشا، لا دي معلقة ملح. وبعد كده بقى هنحط معلقة نشا صغيرة زي ما انتم شايفين، دوبتها في شوية مية صغيرين جدا، لان انا مش عايزة السوائل تكون فيها يعني. انا هرجعها على النار تاني عشان السوائل بتاعتي تروح. وهحطها كده وهرجعها بقى على النار لحد ما السوائل بتاعتها تقل جدا. دول شوية زيت. هنعمل بقى دلوقتي الريزو بتاعنا. ودي شوية فراخ، نفس الفراخ بتاعتي خدت منها حته شوية وقطعتهم كده. هحطهم في الرز، بس طبعا انت هتكتري شويه لو انت هتعمليه. انا بس عايزه اوريك الطريقه، لو انا عايزه اعمله بالفراخ بيبقى ساعات الرز الريزو كده فيه قطع فراخ، انا اللي بتاكليه من بره يعني. فانا حبيت اوريكي بس الطريقه بتاعتها. انت هتدي صدمه للفراخ بتاعتك، وبعد كده تنزلي بالبهارات. عبارة عن ايه؟ فلفل اسود، وعندي بابريكا. فلفل اسود ربع معلقة، وبابريكا معلقة. كل معلقة دول معلقة صغيرة، فاهماني؟ ونص معلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، ونص معلقة كاري. تمام. اسفة، كركم. ماشي. هتحطيهم بقى على الزيت بتاعك دقيقة واحدة، يمكن أقل من دقيقة، تقلبيه بس كده مع بعض، وتنزلي بالرز اللي انت غسلاه. ما تنقعيش الرز. وبعد كده هتنزلي عليهم ببصلايه متوسطه مقطعاها مكعبات. هتقلبي كل ده مع بعض، وبعدين هتحطي معلقتين من عسل اسود، لو مفيش مشكله خالص. وبعد كده هتنزلي بدبس رمان، لو مفيش دبس رمان ممكن صويا صوص. وهتنزلي بمكعبين مرقه دجاج اللي هي ماجي، لان انا بستخدم ماجي. هتنزلي بقى عليهم شويه ميه سخنين، لان الرز ده، طب اي رز في الدنيا بيتعمل بميه سخنه، وتسيبيه بقى على نار كده هاديه يتعمل. دول عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم كوبايه ونص من النشا. تمام. احطهم بقى كده فيها التوابل بتاعتها، نفس التوابل اللي حطيتها في الفراخ.
هعملها كده وارجع احطها في ميه وارجع اروح احطها في الدقيق تاني. يعني انا حطيتها في الخلطه في الدقيق، وبعد كده حطيتها في ميه، وبعد كده حطيتها طلعتها في الدقيق تاني، وبعد كده حطيتها في زيت، يكون حله صغيره كده، وحاولي تملي الحله زيت، يعني يكون فيها زيت غزير، وبعد كده تطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بجد كان طعمها حلو قوي قوي قوي. بجد بتمنى من قلبي ان انتوا تجربوها، بجد هتدعوا لي والله، بجد كل حاجه فيها حلوه. ما كانش ناقصها حاجه. الكاتشب زي ما انتم شايفين، شوفي جمال الكاتشب، زي ما يكون جايباه من بره بالظبط، وده ما فيهوش لون ولا اي حاجه. ويعني الالوان ما فيهوش الوان، ده هو لون نفس، يعني عشان بس القوطه كانت حمراء، يعني انت حاولي بس اللي انت تعمليه تجيبي القوطه حمراء. اداكي نفس الطعم، اداكي نفس القوام بالظبط زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تخلوه بس على النار، على النار، لحد ما تلاقي السائل اللي فيه خالص مش ما بقتش موجود. وبرده لو عايزينه لوحده هتلاقيه موجود على القناه، وهحطه لكم في اخر الفيديو ده ان شاء الله، لو حبيتوا يعني ان انتوا تشوفوه. كل سلو طبعا كانت تحفه، بقولك زي اللي انت بتاكليها من بره بالظبط، بس تسيبيها في التلاجة على الاقل ساعتين قبل ما تاكليها. الفراخ برضو لازم تتساب برضو على في التتبيله بتاعتها، يعني ساعتين ثلاثه، كل ما تقعديها في التتبيله بتاعتها تبقى حلوه قوي. ما كانش عندك زبادي، حطي لبن. مهم جدا جدا للفراخ، غير انت تحط لها زبادي او لبن، بتدي طراوه كده للفراخ حلوه قوي. الرز كان طعمه كانك تكليف كنتاكي والله، بجد كان حلو. مش بشكر فيه عشان انا اللي عاملاه، لكن بجد هو كان حلو، وكل اللي جربه شكر لي فيه جدا جدا. ايه رايكم بقى في زاويه التصوير وفي الحركات اللي انا عاملاها؟ يا ريت لو عجبكم تكتبوا لي تعليق حلو كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.